عمل معادلة ال4 جوازات زي الكتاب ما بيقول، جمع بين الجواز بالطريقة الصعيدي واتجوز اللي كانت مرات أخوه عن حب، وما طولتش معاه كتير وقرروا كل واحد يروح لحاله. وكمان الجوازات القصيرة اللي كانت طياري من نجمة كبيرة وكان معاها ولادها، ده غير بقى الجوازة اللي بترجع الشباب من تاني واللي بتحصل مفاجأة ومن غير سابق إنذار، وبنعيد معاها الحياة من أول وجديد. هادي الباجوري مخرج رايق زي ما بيحب يتقال عليه، بيعمل كل حاجة بمزاج، سواء الإعلانات أو الأفلام أو أي حاجة. حتى الجواز عنده بمزاج وليه دماغ مختلفة فيه. اتجوز 4 مرات، كل جوازة فيهم كان ليها حكايتها اللي مش زي أي حكاية، وكلهم من الوسط الفني. يلا بينا نعرف ايه حكاية فدرة وحنان ترك وياسمين رئيس، ومين الجوازة الرابعة الجديدة. هادي الباجوري أول جوازة في حياته كانت فدرة، ودي كانت حكاية ليها العجب، لأن ابن الناس الشيك اتجوز زي الصعايدة في الزمن اللي فات. فدرة كانت مرات أخوه الكبير سامح، واللي رحل عن الدنيا فجأة، وكان حب عمرها، ورغم كده ما فاتش على جوازه كتير، واتجوزت فدرة وهادي الباجوري. والسبب ورا الجوازة دي كان غريب جدا، وهو إن فدرة بتحب حماتها وكانت عايزة تفضل عايشة معاها، وكمان حماتها كانت شايفة إن هي اللي تقدر تلم العيلة بعد رحيلها. بس الموضوع ما مشيش كده خالص، وعلاقتها اللي كانت كويسة مع هادي قبل الجواز بقت وحشة جدا بعد الجواز، واكتشفوا انهم ما ينفعوش لبعض ابدا. ودي كانت الجوازة اللي ندمت عليها فدرة جدا، ويمكن هادي الباجوري اعتبرها ما جاتش في حياته اصلا، رغم انها كانت اول بخته في الجواز. وفضل هادي يتخبط في موضوع الجواز عشان يتجوز فجأة حنان ترك بعد انفصالها عن جوزها الاول، وتبقى الجوازة بينهم سريعة جدا وما تاخدش وقت خالص في حياة الاتنين. هي ما اتكلمتش عنه ولا هو بيتكلم عنها، ولما بتيجي سيرة الاتنين قدام بعض بيتكلموا عن بعض بكل خير، ولا حد عارف يتجوزوا ليه ولا سابوا بعض ليه. عشان تمر شوية سنين يعرف فيها هادي هو عايز ايه في حياته الشخصية، والست الصح بالنسبة له تبقى عاملة ازاي، ويحب ياسمين رئيس وهي كمان تحبه وتبقى عارفة انه هيبقى جوزها في يوم من الايام. بس الحب ما كانش لوحده في القصة دي، كان في كمان عقل ونضج بيتكلم. فضلوا يحبوا بعض سنين، وبعد ما اتأكدوا انهم الاختيار الصح اتجوزوا. حتى بعد الجواز قرار الخلفة بالنسبة لهم ما كانش سريع، وكانوا متفقين انهم ياخدوا وقتهم وبعدها يشوفوا هيخلفوا امتى. فعلا ده اللي حصل، وبعد الجواز بكذا سنة قرروا انهم يخلفوا وجابوا ابنهم الوحيد. بس قبل ما يكبر ويشوف ان امه وابوه مع بعض حصل الانفصال، وكل واحد فيهم راح لحاله. بس اكدوا اكتر من مرة ان علاقتهم كويسة عشان خاطر ابنهم. وتعدي كام سنة من الانفصال وياسمين تتجوز، وكمان يقرر هادي بعد سنة تقريبا من جوازها ومقرر ان هو كمان يتجوز وتبقى مغنية، ومقرر يرجع معاها الشوية اللي ما كانش فيهم مرتبط ومع حد شبه دماغه عروسة مفاجأة، وهي هايدي خالد. دخل هادي الباجوري عش الزوجية للمرة الرابعة، وكأنه بيعملها لأول مرة، وده طبعا كان واضح على تألقه في كتب الكتاب اللي كان باين لكل الناس انه عن حب. تفتكروا بقى هادي هيطول في الجوازة دي ولا لأ؟